هندسه العربيه دي جننتني، كل شويه اغير فلاتر وبوجوهات ومباين وبتاكل مني بنزين كتير، مش عارف العيب فين، ابيعها؟ دي العربيه اللي انت بتعمل لها صيانه ولا انت كده بتعمل صيانه غلط؟ على الوضع اللي انا شايفه ده العربيه تعمل معاك اكتر من كده بكتير. العربيه عندك مليانه كربون ودي كارثه، لان كل الكربون والاكسده دي بتخش على سطح البستم، ترجع تشتكي ان العربيه بقت بتاكل زيت. طب يا هندسه الحقني بالحل، اعمل ايه؟ الكبسوله السحريه اللي هترجع موتور عربيتك جديد زيرو، وهو برنامج الام تي بي سبيشال، وده مخصص للسيارات الحديث لاعاده احياء الموتور وترجعه اكنك لسه خارج من المصنع. وبدايه السايكل دي بتبدا عندنا من اول دايره الانتاج، حل المنف كله بره علشان ننضفه من الترسبات والكربون، كمان الاتربه والطين اللي بتكون فيه اللي بتعمل اعاقه في مرور الهواء. الخطوه الثانيه عندنا ان احنا بنفحص حساسات العربيه بالكامل، اللي منها حساس الماء وبلوف الفي في تي، لان دول بيأثروا في معدل استهلاك البنزين والريسبنس واداء العربيه جدا. كمان بنفحص بوجيهات العربيه، ولو البوجيهات عندك بايظه بنجيب لها طقم اوريجينال. وتعالى بقى اقول لك على التقيل، شايف المنديل ده لونه عامل ازاي؟ طب تعالى نعمل كده ونطلع بيه تاني، شايف عامل ازاي؟ طب تعالى في الغرفه اللي بعدها، تعالى نعمل كده، شايف المنديل وصل لايه؟ تخيل العربيه كده تبقى مظبوطه. طب تعالى نعمل حته اكشن كده وندوس هنا كده ونشوف ايه المنظر ده. شايف كل البلاوي اللي طالعه دي؟ العربيه هنا هتبقى مظبوطه ازاي؟ بس ما تقلقش هنرجعها لك جديده. تفتكر هنا ننظف الاربعه مع بعض ولا نبدا بالاثنين دول وبعد ما نخلصهم نبدا بالتانيين؟ والتركايه هنا اللي محدش هيقولها لك ان انا لازم اقفل الغرف قبل ما انضفها. اي حد بتشوفه على السوشيال ميديا هو بيبدا ينظف الاربع غرف مع بعض علشان يبهرك قد ايه الغرف هترجع زيرو، ودي كارثه، لان كل الكربون والاكسده دي بتخش على سطح البستم، ترجع تشتكي ان العربيه بتاكل زيت. تخيل كميه الكربون دي تخلي العربيه بهدل معاك، العربيه ما تمشيش اصلا. تعالى كده نتفرج بعد ما عملنا اول دوره، يلا نشتغل في الاثنين التانيين. اتفرج كده على الموتور بعد ما خلصنا غرف الحريق. طبعا بعد ما رجعنا غرف الحريق زيرو، كمان بنطمن على علبه البيئه وبنرجعها لك فابريك. ولو عايز معلومات اكتر عن علبه البيئه تقدر تشوف الفيديو اللي كسر مليون مشاهده على منصاتنا على السوشيال ميديا. واحنا كده بنبص على علبه البيئه، تعالوا شوفوها كده مع بعض. شايفين علبه البيئه عامله ازاي؟ طبعا هنحل العلبه ونعالجها ونرجعها جديد. كمان بنظبط لك الرشاط على التستر انجكتور علشان تستلم افضل اداء وافضل توفير بنزين، لان احنا بنحط الرشاط على التستر انجكتور نبدا نشوف اداء الرشاط ونسب الحقن اخبارها ايه. ما تيجي بقى اوريك علبه البيئه بعد ما رجعت زيرو. بص معايا كده، كده كل مسامات علبه البيئه رجعت لوضعها طبيعي، يعني ولا في سدد ولا سيحان في علبه البيئه، ورجعناها لك جديده ووفرنا عليك ثمنها كمان. طبعا قبل ما بنخلص بنرجع موتور العربيه جديد، ان احنا بنغسله كله بالفوم او المواد المخصصه لغسيل الموتور علشان فعلا نرجعه لك جديد. طبعا قبل ما العربيه ما بتطلع من هنا بيتم تكويد العربيه ونعمل لها كودينج كامل علشان كل قرايه العربيه ترجع للقرايه الاصليه. لا المكان دي شهاده يعني وشهاده امانه انطلاق من الناس المحترمه والناس الافاضل الصراحه. كان عندي مثلا علبه البيئه كانت معايا مكتومه جامد جدا والعربيه كانتش تسحب، ربنا وفقها وصلوا العيب وعملوها الصراحه على اجمل حاجه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. وشهاده حق اتحاسب عليها امام الله، اقسم بالله وحلفان اتحاسب عليه ان من احسن الناس واطهر الناس واحسن الناس في الصنعه وارخص الناس في السعر. انا طول عمري بتعامل مع مركز عمار، بصراحه مركز ممتاز ومحترم جدا، في امكانيات وفي عدد كتير، مفيش حاجه مش موجوده فيه. الله يبارك لك يا هندسه، العربيه رجعت جديده. قول لي بقى احجز ازاي؟ كل اللي عليه ان هو يبعت لنا مسج على الواتساب بيانات عربيته ويحجز معانا، لان الصيانه الوقائيه بتاخد معاك من 3 ساعات ل 4 ساعات، فاحنا بنستلم عدد محدود جدا. وما تنساش تسال على خصم 30% من عمار. مستني ايه؟ مش كده وبس، ده انت نسيت بقى اهم حاجه، مركز طبعا عامل خصم 30% على اي مواد مستخدمه في الفيديو ده. اي حاجه شفتها داخل الفيديو من مركز طور على خصم 30%. سلام.